إليك قيمة المكافأة التي سيتحصل عليها بيتكوفيتش بعد تأهل منتخب الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. فعل تجديد عقد الناخب فلاديمير بيتكوفيتش تلقائيا بعد تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم، ليصبح العقد ساري المفعول حتى نهاية المونديال الأمريكي حسب العقد المبرم بين التقني السويسري والاتحاد الجزائري لكرة القدم. وسيظفر بذلك بيتكوفيتش بأشهر أخرى مع المنتخب الوطني الجزائري لينال على ذلك راتبا شهريا في حدود 135 ألف يورو. وذكرت شبكة بأن مدرب سويسرا السابق تنتظر المكافأة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم تبلغ قيمتها بين 400 إلى 500 ألف يورو. ووقع بيتكوفيتش في عقده على بند يسمح له بالظفر بهذه المنحة في حال نجح في الوصول بالخضر إلى مونديال 2026، وهو ما تجسد رسميا يوم الخميس عقب الفوز على الصومال. ويستهدف الناخب الوطني الآن تحقيق مشاركة ناجحة في كأس أفريقيا القادمة، حيث أكد مباشرة بعد ضمان التأهل إلى المونديال انطلاق استعدادات للبطولة الأفريقية. وأوضح بيتكوفيتش بأن المباراة القادمة ضد أوغندا ستخصص للتحضير من أجل كأس أفريقيا، علما أن المنتخب يملك أيضا فترة التوقف الدولي القادم في نوفمبر حتى يبرمج مباريات ودية. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.